ويا مشنتي يا مشنة الخير والهنا، حطش لايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحه وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد. هعمل ان شاء الله النهارده القرص الجميله قوي قوي دي باللبن الرايب. تقدري تحطي فيها سمسم، شمر وينسون، اللي انت عايزاه. حلوه قوي وخفيفه، ما بتاخدش مننا اي وقت خالص في التنفيذ. مع كوبايه شاي بلبن كده الصبح يا سيدي. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. ولو عجبتكم الوصفه دي ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هعملها قبل ما ابتدي في الوصفه الحلوه بتاعتنا، هنجيب الخميره، هنحط عليها معلقتين من السكر يكونوا كده كبار، وعليهم شويه من اللبن الدافي مش سخن، ونقلبهم مع بعض ونسيبهم يتفاعلوا مع بعض. بنعمل اختبار للخميره. ويلا بينا نكمل وصفتنا. معايا كيلو من الدقيق، هنحط عليه شمر او ينسون او سمسم او كلهم مع بعض، او لو مش عايزه بلاش، ورشه من الملح، ومعلقتين كبار من السكر. عايزينها تبقى مسكره وطعمها حلو. هحط عليهم دلوقتي كوبايه من السمنه السايحه. يلا بسم الله. ونسيب فيها كده معلقه كده صغيره، ماشي، ونكمل. هحط دلوقتي كوبايه من اللبن الرايب ونعجن بيها. ونحط الحليب الدافي، ده حليب جاموسي عادي جدا. حطي شويه شويه. نجيب بقى الخميره الحلوه دي بعد ما عملنا لها الاختبار واتفعلت معانا، هنحط بقى معلقه السمنه اللي معانا، هتديكي بقى احساس ان انت حاطه سمنه كتير، وهي ولا كتير ولا حاجه. ننزل بيها ونخلط
او نعجن بس مش كتير. خلاص هي كده جاهزة، هفصلها ونشوف مع بعض. شوفي بقى العجينة وجمالها، شوفي ايديا كأن فيها بقى ايه سمنة كتير بقى، وهي ولا اي حاجة خالص. معلقة السمنة فرقت في العجين. اهم حاجة نخدم العجين كويس. شوفوا بقى العجينة خمرانة وحلوة قد ايه، تحفة. زي ما هي كده. ونجيب بقى الصينية الحلوة دي عليها نقطة من الزيت ونوزعها بالشكل ده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد حتة من العجينة، ولا هنفرد ولا اي حاجة، الحجم اللي انت عايزاه. بصي طرية حلوة قوي. لسه هنخمرها تاني. مع كوباية الشاي بلبن بقى ايه خطيرة. ونسيب مسافة بين كل واحدة. بصي قبضة ايه يدك مش كده، كده كبرها شوية. العجينة حلوة قوي. ممكن الطريقة دي نخلي القفلان تحت. طريقة سهلة ما فيهاش اي حاجة خالص. قبضة يدك. خلاص كده انا هكمل وارجع لكم. شايفين المنظر الحلو ده ولا الريحة بقى يا سيدي. هناخد اول صينية انا اشتغلت فيها، هي خمرانة دلوقتي. هدخلها الفرن يكون متسخن قبلها بشوية قد ربع ساعة كده، ونحطها على الرف الوسطاني على 180 درجة. تشغلي فوق وتحت الشواية ومن تحت. يلا حطش لايك. وده كان شكل القرص الحلوة بتاعتنا. اتمنى يا رب تعجبكم وتنفذوها. كانت معكم مطبخ آية عادل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.